صباحك سكر زياده. رجعنا لكم تاني مشاهدينا ومع اشرف وكوكي وعالم السحر ولازم تبقى اوشي وكوكي، سوري مش اشرف وكوكي. والنهارده معانا هنعمل طبعا العاب حلوه جدا، وبمناسبه طبعا ان دي اجازه نص السنه زي ما قلنا، فعايزين الاطفال كلها تتلم على التلفزيون كده وتتفرج معانا على السحر اللي هيحصل دلوقتي. ومعانا النهارده الساحر هاني لطفي. ازيك يا هاني وصباحك سكر؟ ازيك يا هاني؟ صباحك سكر. صباحك. محضر لنا طبعا العاب كتير ان شاء الله. دي العصايه السحريه. العصايه السحريه. نبدا. يلا نبتدي. نبدا على طول. نبدا على طول. يلا. ايه ده؟ ايه ده؟ لا طلعت منين بقى؟ فين مسكينه؟ يا سلام. ايه ده؟ كده. شكرا. في بقى طبعا العاب تانية ممكن بقى نتكلم شويه، وفي العاب كتير موجوده. اوكي، طب هاني انت قول لنا انت من يعني امتى ابتديت تعمل موضوع السحر ده؟ تتعلمه جت ازاي يعني؟ يعني تقريبا من 15 سنه كنت هاوي اتفرج على الالعاب السحريه، الساحر اشوف بيعمل ايه، فحبيت المهنه، فالحمد لله اتعلمتها والحمد لله بقيت كويس يعني. طب هاني، هل اي حد ممكن يتعلم الالعاب دي؟ اي حد ممكن يتعلمها طبعا، بس لازم يكون عنده الموهبه ويكون عنده حضور ومواصفات خاصه تقريبا. اكيد طبعا صح. ايه هي بقى المواصفات الخاصه؟ يعني المواصفات يكون عنده حضور طبعا، يكون عنده ذكاء، قدره على الاقناع. دي المواصفات. خفه ايد. طبعا خفه الايد والموهبه. دي اهم والموهبه حاجه. نبع طبعا من الموهبه. طيب انا عايزه اسال حاجه، ليه دايما الساحر بيبقى لازم يبقى مرتبط معاه حيوان معين؟ يعني لازم يبقى معاه مثلا حمام او تعابين أرنب. او دايما بيبقى فيه العاب، دايما بيبقى فيه لازم يبقى فيها حيوانات. هو عامه الالعاب السحريه بتلفت نظر الجمهور. يعني مثلا منديل فاضي يطلع منه حمامه، لازم الجمهور يستغرب، طب الحمامه دي جت منين؟ طلعت منين؟ هو ده الشو، هو ده العرض. طبعا حاليا دلوقتي مثلا ممكن بنجيب صندوق بتخش فيه بنت، البنت بتتحول لفهد او الاسد. في امكانيات كتير الحمد لله، واحنا بنتابعها يعني وعلى اتصال بيها. طب انت ازاي بتطور من نفسك كل مره؟ يعني هل بتقعد لفتره تعمل نفس الالعاب مثلا لمده فتره زمنيه معينه وبعد كده بتقرر انك تطور من نفسك شويه عشان تعمل حاجات اصعب؟ اكيد طبعا. وطبعا بتابع على الانترنت صحابي المغاربه اللي بتوع المغرب، بتوع لبنان، صحراء، بيبقى في اتصال بيننا وبين بعض، شوف ايه الشوز الجديد اللي نزل، بنحاول نتابعه، بنحاول نقلده، بنحاول نبتكر نعمل حاجه احسن منه او افضل منه. طب هل في سوري يا كريم، بس هل في ورشات عمل مثلا عالميه الواحد بيروح ياخد كورسات فيها او هنا او بره؟ اكيد طبعا. خصوصا كمان في ولايه لاس فيجاس، عاصمه السحر والصحراء، بيبقى فيها كل التدريب وكل المهارات يعني وكل المعدات. طيب هاني، ممكن تعمل لنا حاجه كده للاولاد ينفع تعلمهم حاجه تقول لهم يعملوها ازاي ولا صعب؟ لا تقول له ممكن. طب تعالى نوريهم حاجه بقى. محضر لكم لعبه بسيطه جدا للاطفال، اي واحد ممكن يعملها في البيت. سهله جدا. كده هنجيب منديل فاضي، نحط كده في ايدينا، نشاور عليه، اختفى. ايه ده؟ منديل نجيبه من اي مكان بقى، ممكن نجيبه تاني من ايدي. طب ثانيه واحده، ازاي وانا شايف ان ايدك من جوه ما كانش موجود؟ فاضيه طبعا. احنا قلنا هنعلمها طبعا. سر اللعبه بيكون صبع صغير كده يكون راكب فين في الايد. مش باينه خالص. طبعا ده حاليا متوفر في جميع المكتبات وبسعر زهيد جدا، يعني اي حد
ممكن يعملوا. اوكي. نعملها بقى واحده واحده. بيكون الصبع كده موجود، نحط فيه المنديل. اسهل ما بالصبع يمكن. الثاني او بالصبع الثاني نلبسه، اختفى المنديل. حلو قوي. طبعا موجود. محدش اخد باله. طبعا نجيبه، ممكن بقى يتجاب من اي مكان. اه طبعا دي موجوده حاليا، الاطفال كلها عارفينها والناس في كلها خفه عارفة ايد انك اللعبة دي. تلبس الصباع تاني او تفرق. طبعا تدريب. انت تاخد مراقله دي من دي لعبه بسيطه الاطفال ممكن يتعلموها. حلو. وعلى فكره ممكن يعملوها لو الصبع ده مش موجود، ممكن يعملوه مثلا بشكرتون نفس اللون، معدن نفس اللون. اي حاجه تتحط انها تتشال من الصباع وتتحط بالظبط، في الايد ونخبي فيها المنديل. بالظبط. طيب طب ما تعملي بقى حاجه تانية مش تعلمها لنا، ورينا مفاجآت. اوكي. معانا مجموعه بسيطه من الاطواق عايزين نقدمها مع تتشبك بعض. في بعض دي. 1 2 3 4 5 6 7 8. اوكي. دي بقى مفيش طوق بيخش في قلب طوق او طوق بيعدي من قلب طوق. بس بالكلام السحري ممكن الطوق يعدي جوه الطوق. ازاي بقى؟ هنقول له شكلاي مقالاي هوكس بوكس مالوكس، نلفهم لفه 2 3، اسمعوا الكلام وتشبكوا. برضه نفكهم بنفس الطريقه، نقول 1 2 3، سمعوا الكلام هوكس وتفكوا. بوكس. نحاول كده نجمع الاطواق كلها مع بعضيها، نقول 1 ناخد ده 2. طول عمري نفسي اعرف بيخش ازاي كده. طبعا انت مش هتقول لنا سر المهنه. لا هاني مش هيحرق كل مش هيحرق كل الالعاب. لا ممكن مش مشكله. لا انا مش عايز بلاش. جرب بقى كده حضرتك فك جرب في كون اهو. انفخ فيها. انفخ فيها. شفت فكت اهي. حضرتك برضه جربي، هتفكوا معاك بكل سهوله. بكل سهوله. طبعا. انا هنقعد كده لغايه بكره الصبح. مفيش. اهي بص 1 2. فكتها. حاول الشمال على اليمين هيفكوا معاك السلام. على طول. شمال ويمين. حط الشمال على اليمين وفك. الشمال على اليمين. ايوه فك بقى، شد ما تشدوش. لا ما دي حاول تجرب الثلاثه. انا لو بس قاعده براحتي هفكها لك. هقعد 8 ساعات افكها. اعملي زي ما هعمل بالظبط. اوكي. لف اللي تحت خالص ده كده. الشمال ضايع. بقى على اليمين. الشمال على اليمين. ايوه. لف شمال على كده. اليمين. شمال على اليمين. شفت اهي. حاول بس تاني، حاول. هي مش أيوة سهله. بالظبط كده. والشمال على اليمين. على اليمين. شد بقى. لا موتة. بص ازاي بقى، هلف اللي تحت ده، حط الشمال على اليمين. ليها تكنيك يعني، ليها تكنيك معين. ها برضه الشمال على اليمين. حلو. هيجي بصراحه، تحية بس فعلا. هاخد منك السر بعد كده على ان فكرة. شاء الله. هاني ما عندكش تعابين هناك او اي حاجه؟ اصل كريم نفسها في تعابين، ما عندكش تعابين؟ في كتير طبعا. دي الكوتشينة. كوتشينه. كوتشينه اهم معاك لعبه بسيطه جدا. اوكي مع الاول وبعدين مع حضرتك. طبعا. خدي حضرتك Ladies اي كارت. first. اي كارت بسرعه بسرعه. اي كارت اي كارت. مصلحه. اعرفي كويس اللون والشكل والرقم كله. اوكي. ممكن بقى توريه للجمهور في الكاميرا. وريني كمان. خلاص. اوكي. حضرتك بقى خدي الكوتشينه كلها، حطي الكارت بتاعك في اي مكان في الكوتشينه ولخبطيها كده مع بعضيها، فرنسيها كويس. خبطي كويس يا كريم. استنى بقى. انا جايه اهو. فقرة احترافي بقى. لا لعيبه طبعا. لعيبه قديمه كمان. كمان ولا خلاص؟ كمل. لازم برضه حركات. لعيبه قديمه. على فكره الكارت بتاع حضرتك مش موجود في قلب الكوتشينه. في مش موجود. اشرف سرقوا مني يعني. شوف كاس الصندوق ده. هو حضرتك الكارت ايه هو؟ اقول الواحد هارت، واحد قلب، واحد هارت. حضرتك بتاع الصندوق ده هتلاقيه موجود في قلبي. بس في ريش. بالراحه كده. بس هو طلع ايه فعلا. ده ازاي ده؟ برافو. اهو نوريه للكاميرا بقى عشان فعلا هو الواحد هارت. ازاي بقى؟ نفس اللون والشكل والعدد. طب ده غريبه يعني جدا دي. مش هتقول برضو السر بتاعها طبعا. احنا ممكن نقول حاجه سر صغيره تانية زي ما انت وريتنا. علمنا حاجه الصباع خفيفه دي. ما تبقاش بالكوتشينه. أي زي ما حاجة. انت عايز. بس يعلمه لنا يعني. عايزه برضو الاطفال يبقوا عارفين يعني، يعملوا حاجات كده تبقى لذيذه. اوكي. ممكن بقى حضرتك لو قاعد مع واحد صاحبك وعايز يختار كارت من الكوتشينه وحضرتك تعرفه ازاي بقى؟